يبدأ فيلمنا بجوري وهي والدة وبتبص جنبها ومش بتلاقي طفلها، فبتنهار جدا وبيكون باباها بره بيعيط هو كمان. وهنا المفوض بيقول للمفتش في المحطة: الوزير جاي من الباب الرئيسي، خرج الناس وأي حد تشك فيه اتولى أمره على طول. وبيشوف المفتش نرسمها وهو نازل من القطر، فبيشك فيه وبيقوله: انت مخبي ايه تحت الشال بتاعك؟ وبيشيله فبيلاقي طفل صغير وبيسأله: ابن مين ده؟ فبيقول له: ابني. فمش بيصدقه المفتش وبيكون عاوز ياخد الطفل منه، فبيمسك نرسمها ايده وبيلويها وبيقول له: خليك في حالك. وبيوصل الوزير وبيشوف نرسمها فبيسلم عليه وبيسأله: فيه مشكلة؟ وبيقول له: لا أبدا. فبيبارك له الطفل وبيمشي. وبيعتذر المفتش لنرسمها وبيهتم نرسمها برعاية ابنه لوحده وبياخده معاه الشغل. ولما بيلاقيه بيعيط بيقول لصاحب الشغل ان هو مش هيجي تاني. وبيكبر الطفل شوية وبياخده نرسمها وبيطعمه وبيفضل طول الوقت معاه وبيلعبوا وبيجري ده من عصابة بيطاردوه. وبيخبط في نرسمها وبيقول له: أرجوك انقذني. فبيديله نرسمها سكينة، وأول ما بيشوفوا العصابة السكينة في إيده بيجروا زي الفيران وبيخافوا منه. وبياخد نرسمها ابنه وبيسيب مدينة فيزاج لأنه بيكون خايف عليه. وبيروحوا على تميل نادو وبيركبوا الأتوبيس وبيكون في شباب عاملين إزعاج والطفل بيفضل يعيط وبيقول لهم: العجوز ده ما ينفعش كده يا جماعة، أنا هتصل على الشرطة. فمش بيحترموا حتى سنه وبيضربوه. وبيكون نرسمها متغاظ جدا لكن هو بيكلمهم بأدب عشان بيسكتهم لأنه بيكون خايف على ابنه، لكن برضه مش بيقدروه. وبيمسكوا ايده وبيكونوا عاوزين يشربوا الطفل خمرة، فبيديهم نرسمها بالرجل يطيرهم من الأتوبيس كلهم. وده بيرفع الإزازة عليه فبيمسكها نرسمها بإيده ويفرتكها خالص وبيحذره. فبيحييه العجوز على شجاعته وبيروح نرسمها بابنه على المعبد وبيلمس الطفل الكاهن وهو معدي بإيده. فبيقول الكاهن لنرسمها بغضب: السر المقدس بقى نجس بسبب لمسة ابنك، عاجبك كده؟ فبيسمعه مورالي وبيقوله: الأطفال هبة من الله، كمل طقوسك. وبياخد مورالي الطفل من نرسمها يصلي بيه وبتاخده ديفي وبتغير له لبسه وبيبقى ما شاء الله عليه زي البدر. وبيبص له نرسمها بفرحة وبيحتفلوا بيه. ومولاري بيسأل نرسمها: الطفل ده اسمه ايه؟ فبيقوله: لسه ما سميتوش. فبيقوله: طب وايه رأيك في اسم بالا كريشنا؟ فبيقوله: جميل جدا. وبيسأله مورالي: انت منين؟ فبيقوله: انا من فيزاج ولو لقيت شغل هستقر هنا. فبياخدوا مورالي معاه البيت وبيقول لستيام: نرسمها هيشتغل هنا واديله اوضه من الاتنين اللي في الجنينه. فبيقول له ستيام: ازاي يعني؟ اذا كنت انا بنام في واحده ومراتي بتنام في التانيه فازاي بقى؟ فبيضحكوا عليه كل الموجودين. وبيقول مورالي: نفذ اللي قلت لك عليه يلا. وبتقول مرات مورالي لديفي: ازاي تنامي بعيد عن جوزك؟ فبتقول لها: هعمل ايه؟ مش بتحمل صوت شخيره، هو ده بني ادم طبيعي؟ وبيروح الزعيم كينابان على الاسم وبيقول لاخوه ورجالته: استنوا هنا، انا هطلع اقابل المحقق الجديد. وبيقعد كينابان ينتظر المحقق وبيقول الشرطي مانويل كينابان: اخوك بيضايق بنتي وهي رايحه الكليه، ارجوك كلمه. فبيقول له كينابان: بكره يعجبه غيرها وساعتها هيبعد عنها، بلاش احذره لانه عنيد. وبيسال كينابان رام عن شخصيه المحقق فبيقولوا ان هو صارم جدا. وبيدخل كينابان على المحقق بابتسامه وترحيب ولسه هيعرفه على نفسه. بيقول المحقق: قريت ملفك وعرفتك كويس قوي ومفيش عمل من اعمالك مش داخل فيه الفساد يا اخي، بس اللي مش قادر افهمه بقى اشمعنى رقم 30 اللي بتستخدمه في كل اعمالك؟ فبيقول له: اصل ده عيد ميلاد اخويا وانا بتفائل بيه جدا لانه كل حاجه في حياتي، وانا هنا عشان اقول لك ان كل القضايا المرفوعه ضد اخويا دي كذب. فبيقول له المحقق: طب من الاخر كده انت جايب معاك كام؟ فبيقول له كينابان: معايا 30 مليار في العربيه، اطلب اللي انت عاوزه كله. وبيتصل على اخوه بيجيب له لفه فلوس وبيحطها على المكتب للمحقق. وبيقول له كينابان: خلينا ناخد سيلفي معاك قبل ما تمشي. وبيوافق المحقق. ولما بيلمس كنيبان الشارة اللي على كتفه بيطلع المسدس وبيفجر التليفون. وبيقول له: فوق، انت اشتريت حياة اخوك مش اشتريت قوتي، وما تحاولش تستفيد من صداقتي احسن لك، ويلا بقى امشي من هنا. وهنا دانيال بترجع على البيت وهي سكرانة خالص والخدم اللي في المكان كلهم بيصحوا على صوت الازعاج. وبيسأل نرسمها ديفي: في ايه؟ فبيقولوا: ثواني وهرجع افهمك. وبيسندوا دانيال يدخلوها اوضتها وبترجع ديفي وبتقول لنرسمها انها بنت مورالي وبتشرب كل انواع المخدرات. فبيقول لها نرسمها: وليه بابا سايبها كده؟ فبتقول انها اتولدت بعد شقة وطبعا دلعها جدا وهو مش قادر عليها وعشان كده هو عايش في قلة راحة بال بسببها هي. وخد بالك بقى لانك هتشتغل سواق ليها. وبيركب ستيان مع نرسمها عشان يعمل له اختبار سواقة وبيفضل يدخله يمين وشمال لحد ما بتظهر ست ومعاها طفل في وشه. وفجأة بيدخل في عربية المحقق عشان خاطر يفادي الست دي وبيهرب ستيان من العربية. وبيعتذر نرسمها للمحقق وبيقول: انا اسف لان سيدي هو اللي كان مستعجل.
فبيقول له هو فين سيدك ده؟ فبيبص نرسمها وبيلاقيه اختفى من العربية. فبينزل يبص في الشارع وبيلاقي ستيان مستخبي وسط الناس. فبيقول له هو سيدي اللي هناك ده. فبينادي المحقق عليه. فبيقول له ستيان انا معرفوش، وبيسيبه ويجري. فبيقول المحقق للشرطة اعتقلوا نرسمها. فبيقول له نرسمها يعتقلوني ليه؟ انا ما اذيتش حد، ولو على العربية اللي اتخبطت ارفع قضية وانا هدفع تعويض في المحكمة. فبيقول المحقق انت بتتكلم بتكبر كده ليه؟ انت درست قانون؟ فبيقول له لا بس ده العدل. فبيقول المحقق بلاش تطول مع الشرطة عشان حياتك ما تتغيرش. فبيقول له ربنا بس هو اللي يقدر يغير حياتنا، وبعدين انت اللي راكن عربيتك في مكان مخالف. فبيرفع المحقق ايده علشان يضربه. فبيقول له نرسمها لو رديت لك الضربة قدام الناس هتبقى ناكرة في نظرهم. وبيرفع العربية بإيد واحدة وبيقول للأم خدي حليب ابنك. وبيقول للمحقق ارفع القضية وانا هبقى ادفع التعويض لكن في المحكمة. وبيمشي. وبترجع دانيال على البيت وهي خايفة ومرعوبة، وبتقول لهم اقفلوا الباب بسرعة واطفوا الانوار. وبيشوف نرسمها عربيتها مخبوطة. وتاني يوم بيدخل كينبان على البيت برجالته وبيقولوا له عرفونا مين اللي كان سايق العربية دي امبارح علشان هيموت لوحده والا كلكم هتموتوا. وبيفضلوا يكسروا في البيت. فبتقول دانيال لباباها انا اللي عملت الحادثة دي، وبتكون خبطت اخو كنيبان. وبتقول لباباها خلاص انا هخرج لهم وهتحمل اي عقاب. فبيقولها لا خليكي لانهم همج وممكن يأذوكي، انا اللي هخرج واطلب منهم السماح. وبيخرج مورالي وبيعتذر لكنيبان ولسه هيلمس رجله. بيقول له نرسمها انا اللي كنت سايق العربيه. فبيضربوا كنيبان ورجالته بوحشيه وبيقول له انا هسيبك عايش لان اخويا لسه في المستشفى ولانه ما يحصلوش حاجه، لان لو حصل له اي حاجه انا هاخد روحك. وبيعتذر مورالي لنرسمها وبيكون عاوز يلمس رجله. فبيقول له نرسمها انا اتحملت الضرب عشان ما خلاكش تلمس رجله، وعايز دلوقتي تلمس رجلي انا كويس متقلقش عليا. وبياخد ابنه يسكته وبيقول للعمال ما حصلش حاجه يا جماعه، كل واحد يشوف شغله، احنا رجاله. وبتروح دانيال المعبد تصلي وبتقول لنرسمها انا دعيت عشان بندي يكون بخير وانت ما تتأذيش تاني ابدا، وكمان وعد مني اني مش هعمل اي غلط بعد كده. فبيقول لها اتمنى ده. وبياخد العامل ده كيس مليان هيروين علشان يرميه في الزباله. فبيشوفوا ستيام وبياخدوا منه وبيفتكر الرماد مقدس وبيلحسه. وبعدها بيحس بنفسه كأنه طاير في السماء وبينادي على مورالي باسمه وبيكلمه بدون اي احترام وبيفضل يضرب في العمال. فبتوصل دانيال وبتشوف الهيروين وبتقول لنرسمها اكيد هو اللي خد من المخدرات علشان كده بيتصرف بالطريقه دي. فبيروح نرسمها وبيتكلم معاه. فبيزقوا ستيام على دانيال فبيسند عليها غصب عنه وبيعتذر له وبيضرب ستيام حته قلم بيفوقه من اللي هو فيه. وبتقعد دانيال في حب نرسمها وبتتخيل انهم بيغنوا وبيرقصوا مع بعض. وبيروح الوزير سوامي على المعبد وبيكون عاوز يدخل يزين التمثال ده بطوق فلوس. فبيقول له الكاهن ما ينفعش تدخل عند التمثال، اديني انا الطوق وانا هحطه عليه. فبيغضب الوزير منه وبيقول للمحقق اتعامل معاه. فبيضرب المحقق الكاهن بالقلم وبيقفلوا المعبد. فبيغضبوا الناس جدا وبيعملوا احتجاج قدام القسم وبيطالبوا باسقاط المحقق والاعتذار للكاهن. فبيروح مورالي وبيقول لهم انا هتكلم مع المحقق وهحل المشكله. فبيقول للمحقق للشرطي مين ده؟ فبيقول له وصي المعبد. وبيقول مورالي للمحقق ان اللي انت عملته ده غلط ولازم تعتذر. فبيقوله مش هعتذر وبيزقوا كمان. فبيغضبوا الناس اكتر وبيقول المحقق للشرطيين اهجموا عليهم واضربوا قنابل غاز مسيلة للدموع وافتحوا خراطيم المية. وبيحصل فوضى والناس مش بيتحركوا من مكانهم ابدا. فبيقول المحقق ان لازم واحد منهم ولا 2 يموتوا علشان الباقيين يخافوا وساعتها هيمشوا على طول. فبياخد نرسمها المسدس منه وبيكلمه عن مكانة الكاهن وبيقول له ولا انت ولا الوزير نفسه تقدروا تعملوا اللي هما بيقوموا بيه ومحدش له الحق في لمس التمثال غيرهم. وبيطلب منه برضه ان هو يعتذر لكن المحقق برضه بيرفض. فبيضرب نرسمها نار حواليه. فبيخاف المحقق وبيعتذر بسرعة وطبعا الناس كلهم بيفرحوا وبيحيوا نرسمها. وبيقول المحقق للشرطيين ايه ده، انا اول مرة اخاف من حد في حياتي وده المجرم ريدي. وبيكون محكوم عليه بالإعدام لأنه قتل 7 بكل وحشية. وبترفض المحكمة استئنافه. وبتقول مراته للمحامي أنا صرفت كل الفلوس اللي معايا على المحكمة وبعدين في الآخر بتقولي الاستئناف اترفض، أعمل لنا إيه تاني؟ فبيقول لها إيه ربنا إنه يجعل له مخرج. وبتعلن الأخبار عن المظاهرات وبيتكلموا عن شجاعة نرسمها. وبيغضب ريدي لما بيشوف نرسمها في التلفزيون وبيكسره. وبيطلع يقابل مراته في الزيارة وبتقول له أنا عملت كل حاجة عشان أنقذ حياتك. فبيقول لها ريدي
انت زوجة عظيمة، وبيشد السلسلة اللي في رقبتها وبيخنقها يموتها، وبيقول لها انا اسف، كان لازم اعمل كده عشان اقتل نرسمها وروح ابننا تركض في سلام. وبيقول المحامي قتلتها عشان حكم المحكمة يتوقف على ما يخلصوا تحقيق في القضية. وبتساعد جيفي نرسمها في رعاية طفله، وبتقترح عليه انه يدخله مدرسة اطفال، فبيوافق وبيروح نرسمها عشان يقدم لابنه. فبيشوف جوري وباباه وبيعرف انهم مسؤولين عن المدرسة، فبيستخبى بالطفل وبيراقب جوري من غير ما تشوف. وبيقول فيجي لبنته انا مسافر على فيزاج عشان ازور المدرسة اللي هناك، وانت اهتمي بقى بالاطفال هنا. وبيفتكر نرسمها لما كان طفل في المدرسة، وبيرجع بالأحداث لورا، وبتقول لهم المس كل واحد يتكلم عن الميزة اللي في مامته، فكل واحد بيقول حاجة، وبتوصف جوري حنان باباها، وبتقول للمس أنا ما شفتش أمي. وبيتكلم نرسمها كتير عن حب مامته ليه وعن حنانها عليه. وبتقول له جوري احنا من دلوقتي هنبقى أصحاب. وفي يوم بيدخل فيجي الفصل وبيقول لنرسمها مامتك ماتت، فبيتصدم نرسمها وبيحرقوا الجثة. وبتلاقي جوري نرسمها حزين، فبتقول له ما تزعلش، لو عاوز تشوف مامتك غمض عينيك. فبيغمض عينيه وفعلا بيشوفها قدامه. وبيضرب نرسمها اصحابه في المدرسة، فبيعاقبوا فيجي وبيسألوا ليه ضربت اصحابك، فبيقولوا لان كلهم اتجمعوا على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وضربوه. فبيقول له فيجي طب كنت تعرفني وانا عاقبهم، عاجبك انت يعني شكلهم دلوقتي، هقول ايه الاولياء امورهم. وبيقول نرسمها لجوري انا مش رايح المدرسة تاني لاني مش شايف نفسي غلطان. فبتقوله انا ما حبيتش اللي انت عملته لكن انا بحبك. وبيكبروا هما الاتنين وبتكون ايديهم في ايد بعض. وبنرجع للحاضر تاني، وبيقول الشرطي ده للمحقق انا عرفت ان نرسمها كان متورط في قضية والضحية في المستشفى. وبيلم نرسمها هدومه عشان يسيب المدينة. وبيقول هي جوري ورايا هروح فين تاني دلوقتي. وبيروح المحقق لكانيبان وبيقوله تعالى قدم لي شكوى في نرسمها وانا هوري لك نهايته. فبيقوله لما اخويا يخرج بالسلامة هخلي نرسمها يحفر قبره بايده ومن غير مساعدة من حد. فبيمشي المحقق وبيرجع بالليل على المستشفى، وبيكون حافظ رقم خرطوم الأكسجين بتاع بنجي وبيشيله وبيحطه في شكمان العربية وبيخليه يتنفس دخان البنزين لحد ما بيموت. وبيحزن كانيبان على أخوه وبيودع نرسمها العمال عشان يمشي. فكلهم بيكونوا زعلانين ما عدا ستيام، بيكون فرحان جدا وبيدخل نرسمها وبيجيب ابنه من دانيال. فبيقولوا العامل ده إنها خدته على السوق عشان تشتري له شوية حاجات. وبيعمل كانيبان جنازة أخوه في الشارع وبيقول لرجالته روحوا بقى هاتوا لابنه عشان أخليه يحس باللي أنا حاسس بيه دلوقتي. وبيقبض المحقق على نرسمها وبيقول له أخو كانيبان مات بسببك وهوري لك قوة الشرطة. فبيبص نرسمها وبيشوف ابنه مع رجالة كانيبان، فبيقول للمحقق اقف بسرعة اقف، فمش بيرضى يقف. فبيضربوا يطيروا من العربية وبيسوق العربية هو وبيروح ورا رجالة كانيبان. وبيكون كانيبان لسه هيقسم الطفل نصين بالسيف، فبيوصل نرسمها وبينقذه في الوقت المناسب. فبيهجموا رجالة كانيبان على نرسمها، فبيدي نرسمها الدبل بوكس في راسه يطيره على العمود، فبيتقطع السلك وبيكهربوا رجالة كانيبان. وبيقع اخو كانيبان من التابوت وبيهجم كانيبان عليه، فبيديله نرسمها بالرجل يطيره جوه العربية وبيفضل يضرب فيهم كلهم وكأنه وحش ومحدش بيقدر عليه. وبيمسك كانيبان وبيرزعه حتة علقة، لكن علقة موت. وبيقول له سكوت الأسد ما يعنيش ضعفه، ولو حاولت تلمس ابني تاني أنا هقتلك. وبيروح المحقق عشان يقتل نرسمها، لكن بيشوف ابنه هناك. وبتكون المفاجأة لما بيقول المحقق ده ابني ازاي وصلك، وبيشكره على حمايته ليه. وبتكون المفاجأة التانية ان جوري هي مرات المحقق وبيديها الطفل، فبتحضنه وبتفضل تعيط. وبيسألها المحقق ايه اللي جرحك كده، فبتقول له مش مهم، المهم ان ابننا بخير. فبيقول لها البركة في نرسمها، هو اللي أنقذه. وبتتفاجئ لما بتشوف نرسمها وبتروح تقول له أنا مش قادرة أصدق إن أنت اللي أنقذته، وما كنتش متوقعة إن هشوف وشك تاني أبدا لأني بكرهك. وبتمشي وبيبص نرسمها وبيلاقي دانيال في وشه وبيكون معاها ابنه. وبتكون المفاجأة إنهم توأم. وبتقول له دانيال أنا لقيت هرجلة في السوق فدخلت المعبد عشان ما يحصلش حاجة لابنك. فبيقول لها خير ما فعلتي. وبيمشوا وستيام بيوزع حلويات عشان نرسمها مشي من البيت. فبيبص يلاقي نرسمها رجع وبياكل من الحلويات هو كمان، فبيتصدم. وبتسأل جيفي نرسمها انت ليه كنت عاوز تمشي، فبيقول لها عشان ما كنتش عاوز ادخل في حياة واحدة انا بحبها ودلوقتي هقعد عشان احميها. فبتفرح. وستيام بقى بيكون حزين على قعاده وبيقعد يندب حظه. وبتلم جوري هدومها وبتقول لجوزها انا هروح اقعد عند بابا للابد لانك قتلت اخو كانيبان وبسبب اخطائك وطمعك كان هيقتل ابني. فبينام المحقق تحت العربيه وبيقول لها انا ما اقدرش اعيش يوم واحد بس من غير ابننا، ولو عاوزه تمشي اقتليني الاول. وبيروح نرسمها الكانيبان وبيساله انت ليه كنت عاوز تقتل ابن المحقق، فبيقوله لانه السبب في موت اخويا.
فبيقول له يا اخي هو اخوك يعني اللي كان ملاك؟ ده الموت حلال في امثاله، واحسن لك بقى تنسى انتقامك منه خالص. فبيقول له كانيبان انا مش هرتاح غير لما اقتل عيله المحقق. فبيمسكوا نرسمها من رقبته وبيقولوا لو حصل لعيله المحقق اي حاجه انا هقتلك، وبيمشي. وبيقول المحقق للشرطي ده خد الفلوس دي وارميها في وش الكلب كانيبان. وبتلاقي دانيال صوره لابن جوري على النت، وبتعرف ان الطفل ليه توأم، وبتسأل نرسمها عن قصته. فبيقول لها مش عاوز احكي، وبيسيبها ويمشي. وبيقعد مع ابنه في الأوضة، وبيفضل نرسمها يفتكر الماضي، وبيرجع بالأحداث لورا. وبيكون في احتجاج في الشارع بسبب انهم عاوزين الحزب يدي الرافي ريدي تذكرة لدخول الانتخابات. وبيقول عضو البرلمان لو رافي اخد التذكرة هيشتروا الأصوات وهيكسب، وانا هخسر عضويتي للأبد. وبيكونوا الناس في الشارع منزعجين من الاحتجاج بسبب ان مصالحهم كلها متعطله والشرطه مش عارفه تعمل اي حاجه. وبتقول الاعلاميه دي لرافي انت ازاي مش مهتم بانزعاج الناس؟ فبيكلم رافي ابنه وبيقول له ما تشغلش دماغك بكلام حد، ولو هم منزعجين خليهم يدولك تذكره الانتخابات عشان الاحتجاج ينفض. وبيكلم الوزير ريدي وبيقول له انا طبعت دعوات الفرح وكتبت جنب اسم ابنك عضو البرلمان، انت واثق ان هياخد المقعد؟ فبيقول له ريدي بالتأكيد طبعا. وبتموت ست حامل في الإسعاف بسبب الاحتجاج اللي معمول ده. فبيغضب نرسمها وبياخد عصايتين من الشرطة وبينزل ضرب في رجالة رافي كلهم لوحده. وبيقول لرافي عايز تحتاج روح احتاجي قدام المسؤولين لأن هم اللي هيدولك التذكرة، ما تعطلش مصالح الناس لأن ده طريق عام مش ملك عيلتك. فبيقول له رافي الله ما يتعطلوا، انا اهم حاجه عندي مصلحتي وبس. وبيتصل ريدي على ابنه وبيقول له وافقوا يدولك التذكره، روح على مكتب الحزب بسرعه لان قدامك ساعه واحده بس عشان تلحق تملى استماره الترشح. فبيقول رافي لرجالته خلاص الحزب وافق يديلي التذكره. فبيفرحوا كلهم وبيقول لهم يلا بسرعه عشان ما قدامناش غير ساعه واحده بس. وبيقول للشرطيين افتحوا الطريق بسرعه. فبيقولوا نرسمها دلوقتي مستعجل وبيمسك المايك بتاع الشرطه وبيقول للناس محدش يتحرك من مكانه يا جماعه. فبيسمعوا كلامه. فبيتصل رافي على باباه وبيقول له اعمل ايه؟ الناس مش عاوزين يفتحوا الطريق. فبيقول له اعمل اي حاجه وتحرك من عندك بسرعه. فبيفضل رافي يلف بالعربيه محدش بيرضى يفتح له الطريق وكلهم بيضحكوا عليه. فبينزل رافي من العربيه وبيجري، لكن على ما بيوصل بيكون ميعاد الترشيح انتهى. وبتكون جوري ونرسمها بيحبوا بعض، ولما بيشوف نرسمها باباها بيستخبى. فبتقول له انت هتفضل جبان كده لحد امتى؟ فبيقول لها ده مش جبن ده احترام. فبتقول له طب اسمع بقى، انت لو ما رحتش طلبت ايدي منه النهارده انساني خالص. فبيقول لها ما اقدرش طبعا انساكي، وبعدين انت مستعجله ليه كده؟ فبتقول له لا احنا بنكبر وانا نفسي اخلف طفل العب معاه، اتشجع ويلا روح وكلمه. فبيروح نرسمها لباباها ومش بيقدر يفتحه في الموضوع وبيقول له اي كلام وبيمشي. فبتتغاظ جوري منه جدا وبيفضل رافي يكسر في البيت. فبيهديه باباه وبيقول له انا هقتلك نرسمها. وبينادي نرسمها على منجا علشان تجيب له مفتاح من المخزن. فبتقلب منجا الدنيا كلها علشان تجيب له المفتاح. وبيقولوا له العمال ابوس ايدك لما تحتاج اي حاجه تاني ابقى اطلب مننا احنا وبلاش منجا خالص. وبيروح الوزير يرمي دعوات الفرح في وش ريدي وابنه وبيقول لهم انا ما استنضفش ان انا هنسيبكم ابدا وبيمشي. فبيغضبوا جدا. وبتروح جوري لنرسمها وبتقول له كل دي شكاوي ضدك. وبتساله قطعت دراع الراجل ده ليه؟ فبيقول لها ده بسبب ان هو شد السلسله من رقبه واحده وهي دلوقتي بتسرع الموت في المستشفى. فبتساله كسرت دماغ التاني ده ليه؟ فبيقول لها ده بسبب ان هو رمى ميه نار على وش واحده لانها رفضته. فبتساله ليه حرقت الشاحنه؟ فبيقول لها بقى الشاحنه دي كانت بسبب ان كان فيها ادويه منتهيه الصلاحيه وكانوا واخدينها على المستشفى. فبتساله ليه ضربت الناس في الشارع؟ فبيقول لها عشان دول بيخطفوا الاطفال من الشارع واللي بيقطعوا له رجله واللي بيقطعوا له ايده واللي بيعموه علشان يتسولوا. فبتتاثر جوري وبتقول له انت ليه بتعمل كل ده والشرطه راحت فين؟ فبيقول لها نرسمها موجودين بس ما بيعملوش حاجه. وبيشنق رافي نفسه من العار وبيسيب لبابا رساله وبيقول له فيها علشان روحي ترقد في سلام لازم تاخد لي حق. وبيروحوا العمال وبيحضروا حفل جواز منجا وبيقولوا له دلوقتي نرسمها يجي، واول ما ينادي عليها هتطير العريس والكاهن من جنبها. وبتصمم جوري ان نرسمها يطلب ايديها من باباها قبل ما يروحوا على الفرح. فبيقول لها يهديكي يرضيكي بلاش دلوقتي، وهي ابدا. فبيروح نرسمها وكالعاده ما بيقدرش يفتحوا في الموضوع وبتغضب جوري منه جدا. وبيقابله عضو البرلمان على الطريق وبيشكره وبيقول له بسببك ما بقاش ليا منافس وقريب هكون الوزير. وبيجي اتصال لنرسمها. فبيروح الفرح بسرعه وبيلاقي الجثث ماليه المكان وبيلاقي العريس ميت ومنجا في حاله صدمه. وبيعرف ان ريدي ورجالته هم اللي عملوا كده. وبيركب عربيته وبيقتحم بيت ريدي وبيدوس رجالته بالعربيه يطيرهم. وبيدخل لريدي وبيرزعه حته علقه لكن علقه موت. وبيضرب رجالته واحد ورا التاني بكل قوته وبكل غضب. وبيرمي البنزين على ريدي وبيولع فيه وبيمشي. وبتوصل الشرطه وبتطفي ريدي وبيدخل المستشفى وبيتعافى. وبيحكم القاضي على ريدي بالاعدام
وبيطلق سراح نرسمها لأن مفيش أي دليل ضده. وبيقول فيجي لجوري أنا عارف إنك على علاقة مع نرسمها، ابعتيله خليه يجي يقابلني. فبيروح له نرسمها وبيفضل فيجي يكلمه عن أعماله وبيقوله أنت مين عشان تحقق العدالة، وبسبب أعمالك دي انت ممكن تموت في اي لحظة وترمي بنتي، ارجوك لو بتحبها ابعد عنها. ومش بيكمل كلامه وبيتضرب نار على نرسمها وبيتصاب في دراعه، واوام بيهربوا اللي ضربوه وبيمنع فيجي بنته انها تروح وراه. وبيشرب نرسمها وبيكلم صحابه عن جوري وعن حبه ليها وبيقول لهم انا هضحي وابعد عنها علشان تفضل سعيدة عمرها كله. وبيكونوا اصحابه معترضين ومش عاوزينه يبعد عنها لكن هو بيصمم. وتاني يوم بتروح الشرطة على الورشة لنرسمها وبيقولوا له ان فيجي قدم شكوى ضدك بيقول انك خطفت بنته. فبيقول له نرسمها مستحيل اعمل كده وبيوعده ان بنته هتكون عنده بالليل. وبيعرف ان في واحد من اصحابه هو اللي عمل كده وبيفضل يضربهم وبيسألهم على مكانها. فبيقولوا له مهما ضربتنا جوري مش هترجع غير لما تتجوزها. فبيقول لهم خلاص انا هعرف ازاي اخليها ترجع. وبيمشي وبيرجع متجوز منجا وبتتصدم جوري لما بتشوفه وبتقول له انت قتلت حبك في قلبي بجوازك وانا من دلوقتي بكرهك ومش عايزه اشوف وشك تاني ابدا. وبيفضل نرسمها حزين جدا وبيدخل على منجا الاوضه واول ما بينادي عليها بتقلب الدنيا كلها وبتجري عليه. فبيقول لها انا مش هنادي على اسمك تاني ابدا يخرب بيتك مجنونه. وبيفضل نرسمها شايف منجا على انها جوري طول الوقت لكن كل ما بيجي يقرب منها بيكتشف انها منجا وبيبعد عنها تاني. وبيعرف نرسمها من صاحبه ان جوري هتتجوز وبيتمنى لها السعاده وبيقرب نرجمها من منجا واحده واحده وبيفتح لها قلب وبتحمل منجا وبتعرف ان جوري هي كمان حامل. وبيجي ميعاد الولاده بتاعت منجا وبياخدها نرسمها على المستشفى وفي الطريق بتخبطهم شاحنه تبع ريدي وبتقلبهم بالعربيه وبينجوا وبياخد نرسمها منجا على المستشفى وبتخلف توأم. وبيقول الدكتور للممرضة إنها فقدت دم كتير جدا بسبب الحادثة، دخلوها العناية المركزة بسرعة وخلوها تحت الملاحظة. وبيطمن نرسمها على منجا وبتقوله إن أمنيتي إننا نمشي من هنا ونروح على أي مكان تاني عشان نربي ولادنا فيه بسلام. فبيوافق نرسمها لكن فجأة بيلاقي منجا مش بتنطق وبينادي على الدكتور فبيقوله إنها ماتت وبيتصدم نرسمها وبيفضل يعيط. وبتكون الصدفة إن جوري في نفس المستشفى وبتقول الدكتور لفيجي إن الطفل بتاع جوري مات في الرحم وإنهم اضطروا يشيلوا الرحم. فبيعيط فيجي بصوت عالي وبيسمعوا نرسمها وبيدي للممرضة طفل من ولاده وبيخليها تديه لفيجي من غير ما تقوله على اسمه وبتقوله خلي بنتك تهتم بيه وما تقولهاش على حاجة. فبيسألها هو مين اللي عمل كده وبتقوله خرج مع مراته الميتة في عربية الإسعاف. فبيجري فيجي على بره وبيشوف نرسمها وبيعرف ان الطفل يبقى ابنه هو وبيدخل فيجي لبنته وبيلاقيها منهارة فبيديها الطفل وبيهديها. وبنرجع للحاضر تاني وبتكون الشرطة مرحلة ريدي فبيهجموا رجالته عليه وبيقتلوهم وبيهربوا ريدي. وبتودع دانيال عيلتها وبتلمح لنرسمها بحبها وبتسافر وبيروح كنيبان على بيت الوزير وبيلاقي ريدي هناك وبيقتل ريدي الوزير وبيدي الكنيبان صورة نرسمها وبيقوله انا عاوزه بأي طريقة. فبيقوله كنيبان ده عدو انا كمان وبيحط ايديهم في ايد بعض علشان يمسكوه وبيقتحموا بيت المحقق وبيضربوا كل الشرطيين. وبيتصل الشرطي ده على نرسمها وبيقول له كنيبان ضربنا وخطف المحقق ومراته وابنه وقال لي ابلغك انك لو عاوزهم احياء تروح لهم على مينا كودا الواري. فبيطير نرسمها بالعربيه وبيروح على المينا وبيحط جوري في طريقه فبيفديها والعربيه بتتقلب بيه وبيزق ريدي بعربيته ويدخله جوه الحاويه دي وبيقول لرجالته ولعوا فيها وبيربطوا جوري علشان تشوف ابنها وجوزها وهما بيموتوا. فبيسمع نرسمها عياط الطفل وبيطلع بالعربيه من الحاويه وبيخبط في كنيبان فبيطيره وبينقذ المحقق وابنه وبتشكره جوري وبيفضل يضرب في المجرمين بكل قوته وبيمسك كنيبان وبيرزعه حته علقه ايه يا اخي انت ما بتحرمش. وبيدخل نرسمها جوري وابنه والمحقق في الحاويه دي فبيدوسوا ريدي بالعربيه يطيروا وبيرموا الكاوتش عليه وبيولعوا فيه. فبيقوم نرسمها وبيطير الكاوتش من عليه في وش رجاله ريدي وبيضرب ريدي بكل قوته وبيشنقه وبيضرب كنيبان المحقق وجوري والطفل بالنار. فبيرشق نرسمها حديده ببطنه ويموته وبياخدهم على المستشفى وبيموت الطفل بسبب الرصاصه اللي جت في راسه. وبيقول الدكتور لفيجي انت مش لازم تقول لبنتك على اي حاجه لان حالتها هتسوء. وبتفوق جوري وبتصمم انها تشوف ابنها وبيحاول فيجي ان هو يمنعها لكن فجاه بيلاقي الطفل التاني بتاع نرسمها ماسك في رجله فبتفرح جوري وبياخد نرسمها الطفل اللي مات علشان يدفنه. فبيشكره فيجي على تضحيته للمره التانيه. فبيقول له نرسمها انا مش عاوز جوري تعرف اي حاجه عن اللي حصل المره دي كمان لانها لازم تفضل سعيده على طول. ولحد هنا بيخلص فيلمنا ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.